في حد بيضحك على عموته في التتش. المصطلح ده اتاكدت منه بعد ما شفت الاجوال اللي دخلت في الاهلي امبارح بسبب الاخطاء الدفاعيه. تعال نتفرج مع بعض. اولا كده الجول الاولاني كره ملعوبه بالعرض، هاني طلع عادي جدا اهو، تغطيه عكسيه والدنيا 100 فل و10. اتفرج بقى، هوبا نص ملعب الاهلي. ايه ده؟ ايه اللي كوكا بيعمله ده؟ الف ب كوره، لو انت بتدافع هتطلع على الاطراف، فالطرف اللي اقرب هنا انك تطلع هنا. طيب انت لعيب كوير بقى وصايع، بما انك نص ملعب تاخدها على صدرك وتروح في المساحه الفاضيه. اهي المساحه الفاضيه دي كلها، المساحه الفاضيه دي كلها مفيش اي جينات لعيب كوره، مفيش اي تاسيس بيقول انك تطلع في قلب الملعب. فانا هموت واعرف كوكا كان عايز يعمل ايه في الكره دي. لو حد يعرف كوكا كان عايز يعمل إيه في الكره دي يقول لي والنبي، عشان انا هتجنن من امبارح. محمد هاني طلع كورته حلوه، هاني تتقدم من كوكا، متابعه بتصويبه قويه والهدف. اتفرج بقى يا باشا على الجول التاني. اولا الكره دي كانت ملعوبه بالعرض، زيزو ضغط غلط، المهم الكره اتلعبت ايه ما بين هادي رياض وما بين محمد هاني. ايه المساحه اللي ما بين هادي رياض ومحمد هاني دي؟ ده الجناح الشمال بتاع انبي. انت متخيل جاي الراجل جاي من هنا كده وقاطع ما بين الاثنين. بص بقى هادي رياض جاي بيتكحول على وشه، هو مش شايف، جاي بيتكحول على وشه، هو مش قادر، هو مش عارف، ما عندوش مش امكانياته، هو مش كواليتي النادي الاهلي. جاي بيتكحول على وشه ولسه بيجري ويعافر. بس انا عايز اقول لك على حاجه، هادي رياض وعمرو الجزار الاثنين لو لعب جنبيهم مدافع كويس الاثنين هيبانوا كويسين. وده بان من هادي رياض في لقاء الزمالك الموسم اللي فات، وبان من عمرو الجزار في لقاء برشلونه لما نزل جنبه ياسر ابراهيم. طيب عمرو الجزار امبارح عمل ماتش كويس جدا، لكن في الحقيقه هادي رياض كان متوهه. الاثنين في مدافع بيضغط ومدافع بيراقب، الاثنين بيضغطوا، وده سوء تنظيم المفروض الحسين عموته هيشتغل عليه بشكل كويس جدا. واللي فهمناه من عموته في المؤتمر انه هيشتغل على التنظيم، لكن في الحقيقه لازم تتاكد ان اكيد في حد بيضحك على عموته في التتش. كوكا بيلعب اساسي يعني.